قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بيد في ناحية تربسبية بمناسبة مرور 18 عاما على استشهاد رفيقة شيلان ورفاقها الأربعة وفي شخصهم نستذكر جميع شهداء الحرية وننحني إجلالا أمام تضحياتهم. الرفيقة شيلان تعرفت على حركة الحرية في مقتبل عمرها، والتقت مع القائد في لبنان أكثر من مرة، والتحقت بعدها بصفوف الجيريلا. وعند تأسيس حزبنا في 2003 هي كانت من المؤسسين الأوائل، وحضرت المؤتمر الأول للحزب في 2004. وتوجهت الرفيقة شيلان ورفاقها الأربعة من الموصل إلى روجافا، وفي طريقهم تم استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية الموجهة من قبل الاستخبارات العراقية والسورية والتركية لقطع الطريق أمامهم وعدم وصولهم إلى روجافا الحزب وبشكل رسمي ومنظم. واستمرت المؤامرة على حزبنا إلى يومنا الراهن. لذلك باسم إدارة الحزب والأعضاء في تربسبية نستنكر هذه المؤامرة على رفيقة شيلان ورفاقها الأربعة، كما نجدد العهد لهم بسير على خطاهم حتى تحقق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها. ونحيي مقاومة الجيريلا في آفاشين وقنديل وصمود قواتنا العسكرية وشعبنا أمام كافة الهجمات التركية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وإبادة شعبنا الكردي. المجد والخلود شهدائنا، عاش القائد آبا وعاشت مقاومة الجيريلا، عاش صمود شعبنا ومقاومتهم في روجافا. بيجي برخوادانا روجافا، بيجي برخوادانا روجافا، بيجي برخوادانا جيريلا، بيجي برخوادانا جيريلا.